السلام عليكم. هو انا قبل كده كنت دخلت اشتري حاجه من سوبر ماركت. فاول لما دخلت لقيت زبون بيتعارك جامد قوي مع بتاع السوبر ماركت وكده. فطبعا بتاع السوبر ماركت ما عرفش يرد عليه، فبقى عنده شحنه. فبعد الزبون لما مشى لقيت بتاع السوبر ماركت ده اتعارك مع زميله. طبعا انا ما اعرفش ايه اللي حصل او مين اللي غلطان وكده. المهم زميله ده اكيد لو هو متجوز اكيد لما روح البيت طلع الشحنه دي في مراته وزعق معاها واتعارك معاها وكده. ومراته طلعت الشحنه دي في عيالها واتعاركت مع عيالها وزعقت وكده. طيب، كل ده بقى ليه؟ كل ده بسبب ان الزبون حس بس ان الموضوع ممكن يبقى اهانه له، او ممكن يجي على كرامته لو قال انا اسف. طبعا بغض النظر مين اللي غلطان مين الصح، حتى لو الزبون على حق وهو الصح. وطبعا انا برضو بتكلم عموما، يعني مش بس سوبر ماركت او محل او زبون او حد متجوز، انا بتكلم عموما. ان انت يعني لو انت ضايقت حد او جرحت حد، حتى لو غصب عنك، لازم تعتذر، لازم تقول انا اسف سامحني. لان انت بتزرع او بتربي في الشخص اللي قدامك ده شحنه او طاقه بيبقى هو كمان عايز يطلعها في غيره. ويا سلام بقى لو الشخص اللي قدامك ده من الشخصيات اللي هي ما بتعرفش تدافع عن نفسها او ما بتعرفش ترد او ما بتعرفش يعني كده. فبيبقى عنده طبعا الطاقه اللي جواه دي او الشحنه دي بسببك، فهيطلعها في غيره وغيره هيطلعها في غيره وغيره هيطلعها في غيره وهكذا. كل ده برضو بسبب مين؟ بسببك انت. ان انت ما رضيتش انك تعتذر او حسيت ان انت اكبر بس من كلمة انا اسف. فلازم تسامح، يعني ده ربنا بيسامح، احنا مش هنسامح؟ وبعدين يعني ربنا حتى في القرآن الكريم اول حاجة مكتوبة في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، يعني ربنا رحيم. انت يا عبد مش رحيم، مش قادر ترحم، مش قادر تسامح. لازم نسامح بعض. السلام عليكم.